السلام عليكم مريضات ديالي، لاباس عليكم؟ بخير، كنترجى من الله سبحانه وتعالى ديما تكونوا على خير وبخير. وما تنساونيش العزيزات ديالي من لايك وابوني. الله يدير لكم قصر في الجنه. هاد النهار ان شاء الله غنديروا الطاجين باللحم والجلبانه والقوق اللي كيجيو من الالد، واروع ما يكون. صدقوني كيجي بنين هاد الطاجين. وشكون فينا اللي ما كيبغيش الجلبانه والقوق مع اللحيمات؟ هنا كندير يا لاله البصله والثومه والزيت والمليحه والابزار، وغنرجع داك الطاجين ديالي يتشحر على نار مهيله حتى كيرجع من ليا معسل، يعني حتى داك البصيله ديالي كتذوب. من بعد ما كتذوب داك البصيله عاد غنبقاو في المراحل كيف ما ان شاء الله غتبين الصوره. ومهم البنات سمحوا لي على تركيب الصوت، راكم عارفين لان دابا ملي كتكوني جالسه ولا شي حاجه كيكونوا الوليدات تبارك الله كيهضروا داكشي ما عندكش كيفاش ديري. هنا راني نقيت الجلبانه كما كتشوفوا، والقوق خلاص اللي كنصوبوا بالحامض، لان خصكم كي تبداو تنقيوه يكون الحامض في يديكم باش ما كيكحاش وكيبقى محافظ على الشكل ديالو. لان القوق غير سميتو يعني دغيا كيتاكسد في البلاصه. اما ملي كيكون عندك الحامض في يديك محدك انت كتصوبي هو تبارك الله كيبقى بيض. ايوا هنا راني كنشوي حتى الفلفله ان شاء الله باش نديرها شليضه نرافق بها الطاجين ديالي. هانتوما كنبقى على داك الطويجين مع التحريك المستمر حتى يتشحر ويتعسل. يعني داك البصيله كما قلت لكم كتطلق الماء ديالها، يعني المريقه ديالنا كتجي معلكه وزوينه. هنا خلاص غادي نزيد المعدنوس اللي كيعطيها حتى هي واحد الطعم زوين وبنين الصراحه الله. المعدنوس انا كيعجبني في الطياب بزاف، يعني كثر من القزبور، لان اللحم كيتماشى معها المعدنوس. هانتوما راه هذا والله ما درت نقطه الماء هذا، راه غير الماء ديال البصله واللحيمه وداكشي طلقت. هنا درت سكين جبير ودرت الخرقوم. خلاص انا ما كانش عندي القزبور يابس، ديروا حتى قزبور يابس يعني قزبور حبوب، صدقوني تا هو كيعطي طعم زوين وفي نفس الوقت صحي، لان حتى الماكله دغيا كتهضم. هنا من بعد ما تشحر ليا الطويجين ديالي زيد الجلبانه، وخلاص حتى هي كنلبسوها بداك المريقه باش تاخد داك المذاق ديال اللحيمه وداك الشيء. وصدقوني هاد الجلبانه جات بنينه 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 زوينه تبارك الله. ندمت لي ما شريتش منها بزاف. الصراحه الله جات زوينه والمذاق ديالها حلوه. هنايا راني سميتو ستفت القوق ديالي وغنروي بشويه ديال الماء وغادي نقص البوطون نخليه يطيب على نار مهيله. انا راه حتى داك الجدر ديال القوق كيعجبوني لان حتى هما كيعطيو واحد الطعم زوين للطاجين، فيهم واحد المذاق زوين. ايوا هنا كيف ما شفتوا راني كنهز البلول ونخوي على داك القوق ونخوي على الجلبانه ديالي. راه ما كملش هاد الطاجين لان حتى اللحم صدقات صغيره. الجلبانه راه ما كملتش تبارك الله 20 دقيقه حتى كانت طابت. ايوا هنا الطواجن ديالي هانتوما كتشوفوه جا لذيذ وبنين ما شهيتكم به. راه مازال يلاه حطيته على البوطه، راه مازال غيشرب لان تبارك الله كيهز السخونيه راه يعني مازال كيغلي. ايوا الله يدومها نعمه يا ربي يحفظها من الزوال. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من اللايك ديالكم وابوني. الله يدير لكم قصر في الجنه وقبلوا عليا عفو على ما حضر. المهم انا اي حاجه كنديرها معكم من نيتي وربي شاهد عليا، يعني داكشي اللي كنعرف راه هو اللي كنحطو بلا نقصان بلا زياده. ايوا هنايا لا كاين العشاء. شكون اللي ما كيبغيش لي باط وليداتنا كيحماقوا عليها وكتعجبهم وكتجي من ألد واروع ما يكون. هاد لي باط هادو ساهلين والله ما كتكملي نص ساعه حتى كتكوني وجدتي العشاء ديالك. نص ساعه ما كتكملياش فيهم كيكون العشاء ديالك وجد وعاطي الوليدات كيتعشاو وفي نفس الوقت كيجيو بنانين. انا كناخذ هاد لي باط ديال ليفيس او لي باط داك سباغيتي طويله. خلاص كندير الطنجره اللي كيكون عندي الماء فيها غليان، كندير فيها واحد 2 معالق ديال الزيت وغندير المليحه اللي على حسب الذوق، يعني القياس اللي من ليا داك لي باط ديالي. وكنخليهم يتسلقوا. انا ما نقول لكم لا 3 دقائق ولا 4 دقائق، يعني فاش كتحسي بهم تسلقوا يعني ما يجيوناش معجنين، يعني يجيو واقفين، لان لي باط ما كيخصهمش يكونوا طايبين بزاف حتى كيجيو معجنين ما كتبقاي ما تجمعي فيهم. صافي كنرجع البصيله عاود ديالي تشحر، كنشحر داك البصيله بالزيت وخلاص وغندير المليحه وغندير البصل ونخلي داك البصله حتى هي تذوب على الخاطر.
لان السر في الطياب ديالنا اخوات هو البصله تذوب لنا. لان شنو ما دابت البصله، شنو ما كانت المريقه مدغمره ومعلكه وكتجي بنينه. وخلاص ونزيد الثومه حتى هي. وهاد لي باط اللي بغى يديرهم بالكفته يديرهم، اللي بغى يديرهم بالدجاج يديرهم، اللي ما بغاش يدير فيهم والو. انا بعض المرات ما كندير فيهم حتى حاجه. المهم هما زوينين كيجيو بنانين. صافي كنغطيو عليهم كنخليهم يشربوا ليا سميتو كما قلت لكم كتعسل وتقلى مزيان. هنا راه كانت عندي انا سوغيز الوان، كانت عندي سوغيز اورانج صفراء حمراء، سلقتهم. راه هي دي اللي وريتكم في القرعه، راه انا كانت عندي من قبل وزدت. كانوا في السوق وما كنتش كنزعم على داك الاورانج والصفراء، ولكن من ما شاء الله جبتهم وسلقتهم جات فيهم واحد الحلاوه واحد الطيبه ما نقول لكمش. ماشي داك المطيشه الحامضه. خذوا داك السوغيز الا بغيتو لي بات ديالكم سير لي بات يجيو زوينين وبيتزا، هي داك السوغيز اللي الروميه، يعني داك السوغيز اللي روميه ماشي البلديه، لان حتى البلديه ضروري خصك تحيدي لهم الزرينه. سلقتهم بكل شيء. من بعد ما تشهرات ليا البصله وتقادت، يعني كنت انا طحنت داك المطيشه وداك الشيء. وهي حتى لي بات من السر ديالها انكم المطيشه تسلقوها، ماشي تحكوها وتشحروها، تسلقوها. وصافي وزدت معجون الطماطم حتى هو. المهم انا اللي طاحت لي في دماغي، الا طاحت لي شي معلومه ولا شي فكره يعني كتجي في قلب الفيديو راني كنقولها. صافي ملي كتشحر ليا داك لي بات مزيان وهذا، عاود السر ديال هاد لاصو ديال هاد لي باتي باش كيجيو زوينين، درت لهم العطريه ديال الحوت، لا عطريه بسطيله د الحوت، وزدت فيهم سكينجبير وشويه د الخرقوم وشويه د الفلفله الحمراء. وعاوتاني اللي كيزيد يعني كيعزز داك المذاق وكيجي واحد البنه فيه زوينه، زدت المعدنوس وعاد غنزيد داك شويه الكفته. الكفته راه غير بحال هيك زعما كذبتها، راه ماشي درت كفته، ولكن عطات واحد المذاق لداك لي بات ديالي. صدقوني واحد لي بات جاو والله ما شهيتكم بهم، زوينين بنان. واصلا يعني راه كيبان لك الا كان غيكونوا بنان راه كيبانوا غير من لاصوص ديالهم، لي بات كيبانوا. هنا راه قلبت لي بات ديالي لقيتهم راه طابو. صافي غادي نطفي عليهم البوطه، ومن بعد ما سميتو نطفي عليهم البوطه لاصوص ديالي راه تشحرات شربت ليا مزيان جات معلكه. صافي غنزيدها على داك لي بات. ولي بات ديال ما تصفيهمش يعني داك الماء تضيعوه خليه، لان ربما تحتاجوا ينشوكم لي بات بزاف تلقاو باش تبلوا داك لي بات. يعني الماء اللي غتحيدوه من لي بات ديالكم خليه في شي زليفه. الا كان خاصكم تزيدوا راكم تزيدوا، ما خاصكم تزيدوا صافي من بعد صافي وراكم عارفين هرقوه. صافي لي بات ديالي جاو كيشهيو صدقوني والله العظيم الا فني كنقدمهم في الصحن ديالهم، كندردر عليهم شويه د المعدنوس. اللي بغى يزيد الجبن يزيدو، يعني الفرomاج يزيدو. انا يعني درت داكشي اللي عندي. يا ربي دووها نعمه علينا وتحفظها من الزوال، ويبدا لنا ربي ان شاء الله ينفعنا بجميع النعم. كنترجى من الله سبحانه وتعالى ديما تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال والظروف. وما تنسونيش من اللايك ديالكم وابوني. الله يدوم علينا وعليكم نعمة الصحة. في امان الله وحفظه. كنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بالسلامة عليكم.